اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا انا اسفه جدا على اني بعدت عنكم الفتره اللي فاتت دي، بس كان غصب عني، كان عندي مشكله كبيره جدا وما زالت معايا المشكله دي. ايه هي المشكله دي؟ المشكله هو العمر الفاخر النهارده 50 يوم. 50 يوم ما شاء الله، هم اوزانهم كويسه جدا زي ما قلت لحضراتكم. بس حصلت عندي مشكله كبيره جدا فيهم، وحبيت اعرفكم ان برضو كل مؤمن مصاب زي ما بيقولوا كده، واحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله. يا رب ما يطلع الدوره دي على خير ان شاء الله، وادعوا لي ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. ايه هي بقى المشكله؟ هقول لحضراتكم حاجه. المشكله اللي انا لقيت اسهال مدمم على الارض فجاه كده، لقيت 3. فانا ولقيت في بعدها ما فيش بساعتين ولقيت فرخه كشه وماتت معايا على طول. فانا بصراحه ما سكتش وطلعت اجري على الدكتور البيطري، جبته هنا اصلا كشفهم على الطبيعه. انا عارفه هو المرض عنده ايه، عندهم ايه، بس انا كنت متخوفه من شيء، فالحمد لله طلع مش موجود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا على كل شيء. طبعا الفرخ ده عفاها ازرق وكانت كشه، وفجاه عملت الاسهال المدمم ده وبعدها ماتت. هو النوعيه دي معناها ان هي عندها كوكسيديا. والكوكسيديا زي ما قلت لحضراتكم ان هي بتيجي، هي عامله زي هي حشره وبتخش في الامعاء، بتبقى عامله زي الدبوس، تقعد تغزغز في الامعاء لما بتنزف، وبتنتج عنها ان هي دي مرض الاكوكسيديا. بيعمل ايه مرض الاكوكسيديا ده؟ بيضعف الفرخ وبيموته وبيخلي ما بيكسبش، ما بيحصلش اي اوزان. طبعا انا جريت بسرعه على الدكتور البيطري وجبته، شاف المنظر على الطبيعه وقال لي دي كوكسيديا. طبعا انا عارفه ان هو كوكسيديا من قبل الدكتور ما يجي، بس انا حبيت اتاكد بس واطمئن. طيب، وحصل لي برضو ان اللمبات الحمراء دي طفت بالليل اول امبارح، وحصل له خدوا برد طبعا لان هم درجه الحراره نزلت بسرعه، حصل لهم زي التهاب رئوي، يبقى كوكسيديا والتهاب رئوي. طبعا هو اداني الادويه المناسبه على طول، وهنزلها لهم دلوقتي حالا. نشوف هم حضراتكم هم جعانين ومستنيين الاكل، هعلفهم وهوريكم الادويه اللي اداها لي دلوقتي حالا واعرفكم عليها ان شاء الله، وهعلف معاكم. شوفوا هم قاعدين مستنيين الاكل اهو، هحط لهم الاكل حالا. وكل مؤمن مصاب، زي ما الامثال الشعبيه بتاعت امهاتنا اللي كانوا بيقولوها زمان، كل مؤمن مصاب والحمد لله، وربنا ما بيضيعش تعب حد، بالتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو اداني الادويه ديت وهقراها لحضراتكم حالا دلوقتي. انا جبت منها اكياس صغيره، ما جبتش عبوات كبيره لان التكلفه كبيره عليا. هقولها لحضراتكم حالا دلوقتي. ده الكيس ده مضاد حيوي اسمه تايلوستين. ده مضاد حيوي بينزل منه 1 جرام على اللتر. تايلوستين، هقول لكم الاسامي بعد كده، هقول لكم الجرعات. تايلوستين اهو. التاني اسمه ايرسوميسين. ده مضاد حيوي هو كمان، ده استعمال البيطري. ده مضاد حيوي اسمه ايرسوميسين. ده بقى كبير شويه قدهم مرتين، اسمه ايرسوكول. الادويه دي ال3 اكياس دول، وده كمان ده اللي اسمه تايلوزين، ده كلهم هيتقلبوا في بعض. يعني هفتحهم كلهم وهحطهم في علبه واقلبهم مع بعض كلهم، وهخلطهم مع بعض، وهنزل منهم معلقه كبيره على الاتنين رتل. وده العبوه دي بتاعت كوكسيديا، اسمها كلاز كوكس مضاد كوكسيديا. ده الاكسيديا وده مضاد حيوي للالتهاب الرئوي، كلاز كوكس. يبقى اقول لكم تاني: تايلوسين وايرسوميسين وايرسوكول. ماشي يا حبايبي، عرفتوا الادويه اللي انا جبتها.
طبعا في الوقت اللي زي ده ما تقوليش اعشاب، ومحدش يضحك عليك يقول لك لا نزلي اعشاب ده هيحوش، لا ما بيحوش. جيت لغايه الزراع بتاع العرف وحاله النفق وما تستنيش، لازم على طول تدخلي بيطري، لازم تدخلي بيطري على طول، ما تستنيش. دلوقتي انا هفتح الاكياس دي وهقلبها على بعضها وارجع لكم تاني. طبعا انا فتحتهم كلهم قدامكم اهوت، لان ده 100 جرام وده 50 والصغير التاني 50 اللي هو اسمه تايوزين، ده 50 كل واحد فيهم 50. فتحتهم كلهم اهو في العلبه وهقلبهم مع بعض كويس، وهنزل منهم معلقه كبيره على الاتنين لتر ومعاهم غطا من الازازه دي. معاهم غطا من الازازه دي اللي اسمها ايه؟ هقول لحضراتكم تاني اسمها ايه. اسمها كلازا كوكس مضاد الاكسده. هنزلهم مع بعض واحط لهم يشربوا عشان انا معطشاهم عشان يشربوا على طول، وهرجع لحضراتكم تاني. طبعا انا كنت اتمنى ان انا افضل معالجاهم بالاعشاب، بس بتيجي الوقت اللي هو فيه نافق فما تستنيش، ما ينفعش تقولي هعالج بالاعشاب، لازم تدخلي بيطري على طول، لازم تدخلي بيطري على طول عشان تلحقي فراخك وتلحقي تعبك بقى وشقاك زي ما بيقولوا، وتلحقي الدنيا اللي هي هتغرق معاك، فلازم تدخلي بيطري على طول. انا حطيت لهم اهو الميه وعطشت قبلها فتره عشان خاطر يقبلوا على الاكل والشرب. طبعا هم اكلهم النهارده قليل عشان هم اكيد تعبانين، والتعبان طبيعي ما بيشربش ايه، ما بياكلش ولا بيشرب، بياكل قليل زي الطفل الصغير، زي ابنك الصغير بالظبط. لما بتاع بيكون عنده دور برد ما بيبقى سحبه في الاكل قليل. طبعا انا بقومهم عشان خاطر يقبلوا على الميه وعلى الاكل. هم لو كلوا هيشربوا طبيعي، لو كلوا هيشربوا. وربنا يصلح الحال يا رب، وما يخسرنا في حد ابدا، ويخسرنا في اولادنا اول حاجه، وما يخسرش في تعبنا ومالنا قادر يا كريم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، وما اشتركش في القناه يشترك، وادعوا لنا كده دعوه حلوه من ظهر غائب كده ان ربنا يصلح الحال ويوفقنا ويعدي الخطر ده علينا ان شاء الله يا رب. ادعوا لنا كده يا جماعه، ادعوا لنا دعوه كده من ظهر قلب كده ان ربنا يوفقنا ويصلح حالنا يا رب وحالكم جميعا، ويعدي المحنه دي على خير ان شاء الله.